اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنقدم لكم انا وماما اكلة البصارة. يا رب الاكلة النهارده تعجبكم. ويلا بينا بقى نقول المقادير ونقول بسم الله. معانا ربع كيلو من الفول المدشوش، وانت هتجيبي الكمية اللي عايزاها. والفول دوت اللي بنعمل منه البصارة. طبعا دوت كده شكله بنجيبه وبنبتدي بقى ممكن تنقعيه في مية يوم او قبلها بساعتين او بساعة علشان ما ياخدش وقت وهو بيستوي. ماما هنا نقعته قبل ما تعمل اكلة بساعتين. وهنرمي بقى بعد كده المية بتاعته ديت هندلقها وهنغسله تاني. هنغسله كده كذا مرة يبقى معانا كده ايه نضيف. هنا كده خلاص غسلناه كويس. ومعانا بقى بصلتين وتوم والخضرة شبت وبقدونس وكزبرة. هناخد بقى نحط كل دوت على الفول في الحلة. معانا الفول هننزل عليه البصلتين والثوم، لو حابة تحطي بصلة واحدة براحتك، بس هو البصل يعني والثوم بيدي طعم برضو حلو للبصارة. وهنحط بقى مية، وهنحط بقى الخضرة اللي معانا شبت وبقدونس وكزبرة. وطبعا الخضرة حاولي ان انتي تشيلي كده من العيدان الطويلة بتاعتها زي ما شايفين كده، يعني قصنا مش واخدين العود كله علشان العود ما بيبقاش حلو في الاكل، بيبقى باين كده في البصارة ما بيبقاش حلو. فبتشيلي العيدان الطويلة دي من الخضرة على قد يعني ما تقدري، وتاخدي بس حتة صغيرة من العود. بناخد الورق والخضرة. طبعا هي اللي بتدي اللون الاخضر دوت للبصارة. لو انت عايزاها بتبقى فاتحة شوية ممكن تقللي من الخضرة، عايزاها غمق بتكتري الخضرة كده زي ما شايفانا كده. طبعا حطيناها على النار وبتبتدي بقى الخضرة تدبل والحاجة اللي معانا كلها كده تدبل زي ما شايفين اهو معانا. بنسيبها بقى على النار لحد لما تستوي خالص زي ما شايفينها معانا اهي. بصوا كده معانا استوت، وبقى ده الشكل كده النهائي بعد ما استوت. ده شكلها كل حاجة كده لو دوست عليها هتلاقيها طرية خالص ومستوية، البصل بقى والفول. وبصوا دوت كده شكل الفول معانا شايفين، يعني لو دوست عليه كده بصوا طري خالص واستوى كويس. طبعا انت بقى بتبقي معلية النار، اول ما بتحطيه على النار بتعلي النار، وبعد كده بتبتدي بقى توطي النار وبتسيبيها بقى تستوي براحتها كده على الهادي لحد لما تكون بالشكل ده كده معانا، تكون كل حاجة كده مستوية كويس. هنبتدي بقى كده ناخدها بعد ما استوت ونفضيها في طبق كده معانا، وهنسيبها لحد لما تبرد خالص علشان ما ينفعش تحط حاجة سخنة كده في الخلاط. فلازم الفول اللي معانا يبرد الاول. فكده بقى هنسيبها تبرد، وطبعا مش هنحطها كلها في الخلاط، بنحط في شفشة الخلاط كده حبة مية صغيرين، وناخد حبة حبة كده من البصارة ونبتدي نضربهم في شفشة الخلاط. اول ما بتلاقيها كده لحد ما تلاقيه ناعم خالص كده في الخلاط كده خلاص هنسيبها بقى تبرد. وهنروح بقى نعمل بصلة. طبعا البصلة دي اللي احنا هنرشها على وش البصارة بعد ما بنغرفها في الاطباق. بنجيب حلة نحط فيها معلقتين من الزيت، ونكون مقطعين بصلتين صغير بنبتدي بقى نحطهم على الزيت ونفضل نقلب فيه لحد لما لون البصلة دي كده يحمر معانا، وناخد بالنا علشان ما يتحرقش مننا، ونفضل نقلبه علشان ما يتحرقش. بعد كده بقى بنصفيه من الزيت
ونحطهم في طبق، وبنسيبهم بقى لحد لما نخلص البصارة. وطبعا بقى ضربنا البصارة في الخلاط، وتكون بقى كده البصارة جاهزة معانا. نبتدي بقى نفضيها في نفس الحلة اللي فيها الزيت والبصل. نضرب بقى الكمية اللي معانا كده، هنضربها حبة حبة في الخلاط ونفضيهم. لو انتي مش حابة تعملي البصارة كلها، ممكن بعد ما تضربيها في الخلاط تفضيها في كيس وتشيليها في الفريزر. ولما تعوزي تعملي بصارة بتطلعيها وبتعملي لها بس البصلة اللي هتحطيها على الوش ديت، وتحطي لها الملح بتاعها وتسخنيها على النار وتغرفيها، تبقى حلوة برضو معاكي اكنك لسه عاملاها. دي كده البصارة اللي احنا هنغرفها دلوقتي معانا في الاطباق بعد ما ضربناها في الخلاط وفضيناها كده في الحلة زي ما شايفين معانا. بنحط لها الملح بتاعها، طبعا ملح وكمون وكزبرة، وبنقلبها وبنسيبها بقى تغلي. يعني ممكن نسيبها 10 دقايق كده بس، ونوطي النار عليها وتغطيها علشان ما تطرطش عليكي. واول ما تلاقيها كده تقلت معاكي كده تكون جاهزت، وتطفي بقى النار عليها وتغرفيها في الاطباق اللي هتقدميها فيها. وبعد ما بنغرفها كلها بنرش بقى على وشها طبعا البصل اللي احنا حمرناه. زي ما شايفينها بقى كده خلاص تكون جاهزة للأكل. طبعا ممكن تتاكل سخنة أو ساقعة، بيبقى طعمها حلو قوي. ممكن نقطع جنبيها كده بصل ناكل معاها بصل، بتبقى أكلة جميلة قوي. يا رب تعجبكم، ولو عجبتكم اشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد، وقولوا لنا ايه رأيكم في الأكلة ودعمونا باللايك، وبألف هنا وشفا عليكم.